الألعاب الإلكترونية جزء من حياة الولد أو البنت، وده مش هنقدر ننكره، ولكن هنقدر نقننه ونعلمه أضرارها. نعلمه إن ده بيعمل تشتت في الانتباه، فرط في الحركة، سمنة أو فقدان في الشهية، ممكن يعمل بلوغ مبكر، ممكن يعمل له استغلال جنسي. في ألعاب بتعلمهم العنف، لازم دايما نراقبهم. دوري كأب ودوري كأم إن أنا أوفر له بديل، أعلمه أنشطة رياضية، أخرج معاه، أقرب منه، أحتويه، أعمل فاميلي تايم. دلوقتي ما بقاش ناس كتير بيتجمعوا مع بعض على الأكل، دي حاجة غريبة جدا. الولد بيلعب ومش فاضي ياكل، والأم مش في دماغها، والأب راجع من الشغل متأخر. الأسرة نفسها ما بقتش متجمعة على الأكل، الولد مش حاسس بانتماء. الألعاب الإلكترونية ممكن يقعد عليها 6 ساعات وما يحسش فما ياكلش. كمان لازم تخليك قدوة، انت كأب ما ينفعش تقعد 6-7 ساعات تلعب بلاي ستيشن. اختار له الألعاب اللي بيلعبها، ركز معاه لأن دي مسؤوليتك. كمان الألعاب الإلكترونية ممكن تعمل له عنف، ممكن تعمل له هروب من الواقع، عزلة اجتماعية، ما يعرفش أهمية الوقت ويبقى الوقت بالنسبة له حاجة مش مهمة. دي نقاط مهمة جدا لازم نعلمها لأولادنا.